بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في اكله وصفه سهله. عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. هعمل معاكم النهارده طاجن حلو قوي زي ما انتوا شايفين كده، يدخل على القلب على طول. يلا بينا نسمي الله ونشوف هنعمله ازاي. زي ما انتوا شايفين انا معايا هنا بتنجانية واحده بس تكون كبيره، ومعايا 3 حبايات من البطاطس يكونوا وسط، و5 حبايات من الطماطم، وطبق تاني بقى فيه قد 5-6 فصوص توم وقرن فلفل. هجيب بقى حبات البطاطس واقطعها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ما تكونش رقيقة قوي علشان ما تتهريش مننا، وفي نفس الوقت ما تكونش برضو تخينة قوي علشان ما تبقاش نية. بعد كده هجيب البتنجانية هقطعها برضو بنفس الفكرة، ما تكونش تخينة قوي ما تكونش رقيقة قوي. انا هقسمها كده من النص عشان لقيتها طويلة قوي مش هعرف اتحكم فيها، وهتضايقنا كمان لما نيجي نقليها لو عملناها بالطول كلها كده. نحاول بس نقطع الخضار بتاعنا تقطيع يكون وسط. وزي ما انتوا شايفين هجيب الطماطم وهقطعها برضو شرايح بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. طريقة سهلة وبسيطة خالص، مش هتاخد وقت معاك انتي في المطبخ. هي ممكن بتاخد معايا وقت انا بس علشان التصوير، لكن هي بسيطة جدا وبتخلص على طول، وانا هحاول اختصر في الوقت علشان ما اطولش عليكم. بعد كده هنحط شوية زيت صغيرين نقلي فيهم البتنجان. بعد كده في طاسة تانية وهحمر البطاطس علشان ما ناخدش وقت. بعد ما حمرت البتنجان والبطاطس هبدأ بقى عشان اعصج اللحمة المفرومة. فرمت بصلتين وهشوحهم بقى في شوية زيت، مش هنحمرها هنخليهم يدوب بس يتبلوا. بعد كده هنزل عليهم بقرن الفلفل والثوم اللي انا فرمته، وهقلبهم بقى مع بعض. هشوحهم شوية لحد ما ريحة الثوم تبتدي تطلع. بعد كده هنزل عليهم بقى باللحمة المفرومة على طول، مش هنستنى عليهم كتير ولا حاجة، هو بس يدوب بس الثوم يدبل مع البصل وريحته تطلع على طول. هنزل عليهم بقى باللحمة المفرومة. تقدري في الوصفة دي تعملي اي كمية. دول كانوا حوالي ربع كيلو من اللحمة، هيعملوا لنا طاجن في منتهى الجمال والحلاوة. اظن مفيش احسن ولا اوفر ولا اسهل من كده. هفضل اقلب فيها كده شوية مع البصل لحد ما لونها يغير تماما. بعد كده هنزل عليها بنص معلقة من الفلفل الاسود وهقلبه معاها كويس قوي. بعد كده نزلت عليها بمعلقة من السبع بهارات، ومعلقة من توابل اللحمة، ومعلقة من البابريكا، ومعلقة من الكاري، وهقلبهم بقى كويس قوي مع بعض، مش هنقعد كتير. وبعد كده هنزل بقى بالطماطم الشرايح اللي انا كنت مقطعاها. هتقولي ليه طيب ما قطعتيش الطماطم اصغر من كده شوية؟ هقولك لو قطعتها اصغر من كده هتدوب وهتتهرب بسرعة مع اللحمة ومش هتبان خالص في الاكل، لكن انا اتعمدت ان انا اعملها بالطريقة دي علشان تفضل ظاهرة معايا في الاكل لحد لما يستوي. كمان انا عايزاها الطماطم تفضل موجودة بشكلها مع البطاطس ومع البتنجان، بتدي شكل حلو وبتدي طعم حلو. وشلت منهم شوية علشان ابقى زين منهم الطاجن في الاخر. بعد كده حطيت عليها معلقة صغيرة من الملح، ودلوقتي حطيت عليها مكعب من مرقة اللحمة. هنقلبهم كويس بقى مع بعض وهنطفي عليها النار على طول. وعلى طول هروح اجهز للبشاميل. حطيت حوالي كوباية كبيرة من الزيت، وهحط عليها 4 معالق كبار هرمية من الدقيق، وهقلب فيهم هشوحهم بقى في الزيت لحد ما يغلوا معايا. ومع اول غلوة هطفي على البشاميل على طول علشان ما يغمقش مني. احنا مش عايزينه غامق، احنا عايزينه فاتح زي ما هو، عايزينه بس يتحمص شوية كده في الزيت. وعلى طول هنزل عليه بالشوربة وحوالي كوباية من اللبن علشان البشاميل يبقى فاتح ولونه ابيض وحلو. طبعا انتي تقدري تتحكمي في البشاميل اللي انتي عاملاه، تحطي له السوائل اول باول كده لحد لما يوصل معاكي القوام اللي هو الوسط، مش عايزينه تقيل ومش عايزينه خفيف، يبقى قوام وسط كده حلو. خلاص كده خلصت البشاميل بتاعي وظبطت الملح. على طول هروح بقى على الطاجن اللي هدخله الفرن، ومش شرط طاجن، ممكن تحطي في اي صينية عادي.
هحط الاول كبشتين كده في ارضية الطاجن، وبعد كده هرص عليه البطاطس اللي انا حمرتها على طول. هرص فيه بقى طبقة البطاطس، بعد كده هرش عليها بقى شوية من التوابل، شوية كمون، شوية بابريكا، شوية فلفل اسود، رشة ملح بسيطة. ومش شرط خالص تحط توابل او تعملي الخطوة دي، علشان احنا هنحط عليها اللحمة المتعصجة، وهي عليها التوابل دي كلها، فكله هيتشرب من بعضه، مش هتفرق كتير. شوفي هنا بقى الطماطم ما دابتش مع المفروم ولسه محتفظة بشكلها. لما تيجي بقى تستوي ونيجي نغرفها مع الاكل هتلاقيها ظاهرة بقى مع البتنجان والبطاطس، هتدي معاهم شكل حلو قوي. هوزعها كويس قوي في الطاجن، بعد كده هحط البتنجان. يبقى كده حطينا اول طبقة البطاطس اللي احنا محمرينها، تاني طبقة اللحمة المفرومة، تالت طبقة البتنجان. بعد كده هوزع البشاميل كله على الوش. بعد كده هجيب معلقة من السمنة وهحطها على الوش، هنزلها عليه زي نقط كده زي ما انتوا شايفين. بعد كده هجيب شرايح الطماطم اللي انا كنت شايلاها وهحاول ازوق بها كده وش الطاجن بتاعنا. بعد كده هحط حتة فلفل اخضر في النص تدينا شكل كده مختلف وجميل. هاخد بقى الطاجن على الفرن في درجة حرارة عالية، واول ما يغلي معايا هحطه تحت الشواية يدوب ياخد لون واطلعه على طول. خلاص كده انا خلصت الطاجن بتاعي وطلعته من الفرن، وزي ما انتوا شايفين كده يدخل على القلب على طول. خلاص كده كفاية قوي، بجد لونه وطعمه تحفة. زي ما انتوا شايفين البشاميل عامل ازاي فيه، والبتنجان وطعم البطاطس والمفروم ميكس كده مع بعضه خطير. شوفوا بقى جمال الالوان والريحة اللي طالعة، بجد تحفة جدا. اتمنى الاكلة تكون عجبتكم وما كنش طولت عليكم، وياريت تقوليلي رأيك علشان بيهمني. اتمنى تجربوها وبألف هنا وشفا.